ينبعث إذا بعث، ينزجر إذا زجر. هذه واحدة. اثنين، الحين نفترض هذا واحد عنده كلب معلم، ينبعث إذا بعث، ينزجر إذا زجر، وجايبه وياه يريد يصيد. هالمرة الكلب شاف له طريده، هو انبعث من دون أن صاحبه يقول له روح، هو انبعث من قبل نفسه، يقول له اوقف. إذا وقف بعدين عقب ما وقف قال له يلا روح، وراح، انحلت المشكلة. أما لو فرضنا قال له اوقف ما وقف، ما دار بال، وهو من نفسه كان منبعث، في مثل هذه الحالة لا يحل الصيد، يعتبر حراما. شرط آخر، لا بد أن يكون الصائد مسلما. إذا فرضنا شخص غير مسلم مسيحي أرسل كلبه وصاد لحيوان، ما يفيد. حتى لو فرضنا أكو يمه مسلم واقف والمسلم هم قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما ينفع، لا بد أن يكون المرسل مسلما. مثل الذبح عينا، شلون ذبح الدجاجة لازم يكون الذابح مسلم عندنا طبعا، غيرنا عندهم حتى لو كان كتابيا. احنا نقول ان الذابح يشترط فيه الإسلام، وإلا تحرم ذبيحته. حتى لو فرضنا سمة، الحين هذا شخص مسيحي أو يهودي يقول مو مشكلة أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفيد. لا بد أن يكون المرسل مسلما أو بحكم المسلم. الحين فرضنا ولد مثلا كان يعد في حكم المسلمين، حكم المسلمين، عاد حينئذ لا فرق كان رجلا أو امرأة. الحين مرة تصيد، مثل ما المرأة يجوز لها تذبح حيوان، يجوز تذبح. مرة عندها كلب راحت صادت به، ما في إشكال. المهم أن يكون الرجل أو المرأة مسلمين.